السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركاتي الأعزاء، نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير. اليوم حبيت نبارطاجي معكم وصفة هذا البريوش، يجي خفيف هايل. أنا خدمته بشكلين، هذا الشكل الدائري اللي تشوفوا فيه وهذا الشكل تاع الكرواسون. باش نكونوا صريحين مع بعضنا، هذا مش كرواسون، هذا بريوش فقط بشكل كرواسون. راح نمر مباشرة للمقادير، طريقة التحضير عفوا. عندي كمية من الفرينة حسب الحاجة، وكيس إلى ربع من الخميرة الكيميائية. عندي نصف كأس من الماء الدافئ، ونصف كأس من الحليب الدافئ، وثلث كأس من الزيت. عندي 4 ملاعق من السكر، وهنا ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. عندي ملعقة تاع ملح، وملعقة صغيرة عفوا ملح، وملعقة صغيرة من الفانيليا. وراح نحتاج إلى بيضة في هذه الوصفة. أولا راح نحط الماء تاعي والحليب، وراح نخلط تقريبا جميع المكونات. راح نزيد نضيف عليهم الزيت والسكر، وراح نخلطهم جيدا حتى يمتزج الزيت تاعي مع باقي المكونات. بعد ما يمتزجوا راح نضيف لهم البياض بيضة، وراح نحتفظ بالصفار نخليه باش من بعد ندهن به البريوش تاعي. ونمزج، وبعدها راح نضيف الخميرة الكيميائية وملعقة الفانيليا. راح نخلط المكونات تاعي كاملين، نخلطهم مليح، ومن بعد راح نضيف لهم تقريبا كأسين من الفرينة. انا حاولت اني كيل معاكم كمية الفرينة بالكأس باش تعرفوا بالتقريب قداش راح يستهلك من كمية تاع الفرينة. هنا ضفت كأسين في الاول، وراح نمزجهم مليح بالفويح حتى نتحصل على عجينة تكون ملساء ما فيهاش لي غرومو تاع الفرينة. لهنا بعد ما ولات لي العجينة ملساء راح نغطيها بكيس غذائي، وراح نزيد نغطيها بغطاء زجاجي من الفوق، ونحطها في مكان دافئ، ونخلي العجينة تاعي تخمر حوالي ربع ساعة. بعد ما خمرت العجينة تاعي راح نجي نهبط لها الخمور بالفوي، وراح نكمل باقي المكونات. راح نزيد نضيف لها الآن الملح، وراح نزيد كأس من الفرينة. نبقى نضيف في الفرينة تدريجيا حتى نوصل للقوام اللي راني حابته. وراح نضيف تقريبا كيس إلى ربع من الخميرة الكيميائية. نخلي من الكيس نخلي غير شوية، واحد نصف ملعقة صغيرة فقط. انا هنا كانت الخميرة الكيميائية فيها واحد الحبيبات هكا كانت يابسة، كنت قاعدة نحل فيها بيدي. هنا راح نزيد هذا الكأس الرابع، راح نضيفه بالتدريج ونشوف القوام تاع العجينة تاعي. نضيف فيه تدريجيا هكا ونلم. هنا راح ندخل يدي في العجينة تاعي ونشوف القوام تاعها. هي لازم نخليوها تكون تلتصق شويه في اليد، وبعد ما نعجنوها ونخليوها تزيد تخمر راح ترجع ما تلتصقش. انا هنا بعد الكأس الرابع راني ضفت لها تقريبا ملعقه من الفرينه. راح نحطها فوق لو بلون دو طرافاي تاعي ونحاول اني نعجنها، لكن انا هنا كي بديت نعجن فيها لقيتها بلي مازالت تلتصق بزاف، لذلك زدت لها نصف ملعقه من الفرينه. بالتوتال درت 4 كؤوس ومعاهم ملعقة ونصف من الفرينة. راح نبقاو نعجنوا في العجينة تاعنا، ندلكوها بهذا الشكل، ندلكوها مليح حتى نتحصلوا على عجينة تكون ملساء. مش راح تعجنوها بزاف، تعجنوها حوالي 7 دقائق فقط. والله انا لميت العجينة تاعي وراح نخليها تخمر للمرة الثانية.
يعني المره الاولى ما كانتش عجينه كامله، اما الان فهي عجينه كامله، وراح نخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. على قد ما تخليوها تخمر راهي مليحه، تقدروا تخليوها حتى يتضاعف الحجم تاعها، يعني 3 اضعاف راح تكون احسن واحسن. انا فقط هنا كنت مزروبه. نهبط لها الخمور، شوفوا كيفاش راهي خامره فيها المبايل هذوك الفقاعات تاع الهواء. شوفوا لهنا في هذه المرحله نتوما ضيفوا لها ملعقه تاع الزبده او نصف ملعقه من الزبده، يعني تجيبوا قطعه تاع الزبده وتدخلوها في العجينه تاعكم. انا هنا فقط كانت خلصت لي الزبده عليها، ما ضفتهاش، هي راح تجيكم احسن كي تزيدوا لها هذيك القطعه تاع الزبده، دخلوها فيها ومن بعد اخدموها. هنا انا الكميه تاعي قسمتها الى قسمين، لاني راح ندير 2 اشكال من البريوش. لهنا نفتح الشكل هذا الاول، راح نفتحه على شكل مستطيل بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. بعد ما فتحته على شكل مستطيل راح نجيب ملعقه كبيره من الزبده تكون بحراره المطبخ، وراح نزيد لها ملعقه صغيره من النشا او المايزينا، نمزجهم جيدا، ومن بعد نزيد لهم رشه تاع الخميره الكيميائيه، نمزجهم كامل مليح مع بعضهم، وراح ندهن بهم العجينه نتاعي. ها هو الخليط، حيولي خليط كريمي، راح ندهن به العجينه تاعي. هذه هي الخلطه تاع التوريق اللي استخدمتها هنا، يعني بما انه بريوش فقط ماهوش كرواسون، ما استخدمتش الزبده الخاصه بالتوريق، استخدمت الزبده المارغرين العاديه. ندهنوها مليح، وبعد ذلك راح نزيد نرش لها القليل من النشا او المايزينا. علاش نرشوا لها النشا ولا المايزينا؟ باش هذيك الزبده تاعي من بعد كي نولي نحل فيها تحكم روحها، ما تخرجليش على الاطراف. النشا وكانه راح يثبت هذيك الزبده اللي حطيتها، اللي دهنت بها، وكذلك راح يساعدنا في الفيتاج. ومن بعد راح نطبق العجينه تاعي كيما هك، كيما راكم تشوفوا فيها، نطبقها عده طبقات، ونحاول اني نغلقها باش نتحصل على مستطيل، وراح نزيد نطبقها للمره الثانيه باش يكونوا عندي طبقات اكثر. من بعد نحكم العجينه تاعي هذه، راح نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها في المجمد حتى الوقت اللي نخدم فيه للشكل الثاني. راح نخليها المجمد. علاش نحطها في المجمد؟ باش الزبده تاعي اللي في وسطها اللي راح ندير بها الفيتاج راح تتماسك. راح نحطها في المجمد ونروح نمر للشكل الثاني. راح نفتح العجينه تاعي على شكل حربوش، وراح نقطعها تقريبا الى قطع متساويه. انا هنا درت 5 قطع. راح نلوزهم ونبدا نفتحهم بالوحده. راح نستعين برشه من النشا، ونحاول نفتح العجينه تاعي على شكل مستطيل. راح نفتحها بشكل طولي. هذا هو الشكل، راح تكون على شكل مستطيل. ولهنا لكم الاختيار، انا لهنا حطيت شوكولا الخاصه بالطلي. نتوما تحبوا تحطوا شوكولا عاديه تاع القطع، ولا تحبوا تخدموا اي كريمه تحبوها وتحطوها في وسط البريوش تاعكم. المهم الحشوه تقعد اختياريه، كيما تحبوا تخليوهم هكاك ما مش محشيين عادي، يعني راح يجوكم خفاف وهايلين. هنا راح نقفل العجينه تاعي من الاطراف، وراح ندير فتحات الفرق بيناتهم حوالي 1 سنتيمتر بهذا الشكل. وراح نلوي هذاك البريوش تاعي ونقفله من الاسفل. راح نلم العجينه مليح باش ما يتفتحش معانا، وراح نقلبه بهذا الشكل،
وراح نلصق هذوك الاطراف. راح نستعينوا بالقليل من الماء لان درنا نشا ما يقدر يعني ما يلصق لكمش. انا هنا استعنت بالماء باش لصق لي لصقت لي عفوا العجينه في بعضها. هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. انا جبت صينيه دهنتها بالزيت وحطيت لها رشيت عليها الفرينه وحطيتها باش ما يلتصقوش معايا، رغم انهم يعني ما يلتصقوش عادي مش كي شاحين يلتصقوا، بس كاني مرة نجربهم. وتحبوا تستخدموا ورق الزبده. راح نزيد نحل بالطريقه الثانيه، راح نوري لكم فقط باش تاخذوا الفكره. شوفوا شكل مستطيل. راح نفتحوا العرض تاعو شويه برك، نحط الشوكولا ونروليها للمره الاولى. ونغلقه جيدا باش ما يخرج لناش هذاك الحشو. وراح ندير الفتحات عفوا بالطريقه هذه، ونكمل نروليها ونغلقها من الجوانب على شكل دائري. هذه الجهه اللي نغلقوها كيما هكا هي اللي حتكون في الاسفل. نلصقوها مليح في الاطراف باش ما تتفتح لناش، وراح نحطوهم نخليهم يخمروا عفوا حتى يتضاعف الحجم تاعهم تماما. لازمهم يخمروا مليح 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 مليح. لهنا جبت العجينه اللي كنت حطيتها في الكونجيلاتور، وراح نستعين بالنشا وراح نفتحها كذلك على شكل مستطيل. انا هنا حاولت نسرع الفيديو قدر الامكان باش ما يجيكمش طويل بزاف. على بعد ما حليتها هكا بهذا الشكل راح نقطعها الى 3 مستطيلات صغار. شوفوا فقط الطريقه دوك تفهموها. وكل مستطيل راح نقسمه على نصفين بهذا الشكل باش نتحصل على مثلثات، باش نقدر نخدم هذاك الشكل تاع لي كرواسون. راح ندير فتحات هنا في الاسفل، في اسفل كل مثلث، وراح نحاولوا اننا نروليوها بالطريقه اللي تعرفوها تاع الكرواسون. ونحاولوا اننا نمططوا العجينه تاعنا قد ما نقدروا. على قد ما تمططوها على قد ما راح تعطيكم عدد لفات اكبر وراح يجي الكرواسون تاعكم مليح وباهي. شوفوا انا حاولت عفوا نزيد نوري لكم حبه واحده اخرى. نفتحوها بهذا الشكل، ولازمنا نمددوا العجينه بهذا الشكل باش نتحصلوا على عدد لفات اكبر وراح يجينا الشكل مليح تاع الكرواسون هكذا. وراح نخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم تاعهم مليح مليح مليح. على قد ما يخمروا راح يجوكم ملاح. انا لهنا حطيت الصفار بيضاء، زدت عفوا ضفت له القليل من القهوه والقليل من الخل، واللي عندها الحليب زيد ضيف له ملعقه من الحليب. وراح ندهن به البريوش تاعي. شوفوا البريوش تاعكم لازم ينتفخ لدرجه انه كي تعودوا تمسوا فيه بالبانسو هكا تحسوه انه خفيف كي القطن حتى تخافوا عليه لا يهبط. لازم يطلع مليح مليح مليح. انا هنا طيبت الدوائر هما الاولين كي قربوا يطيبوا. زدت جبت هذوك لي ميني كرواسون وزدت دهنتهم ودخلتهم يطيبوا مباشره. شوفوا نتوما طيبوهم في فرن على درجه 200 درجه، حطوهم في المنتصف ولا شويه في الاعلى، لكن بشرط تشوفوا ما تخليوهمش يحمروا لكم من التحت، راح يبسوا كيما انا حمروا لي شويه من التحت ويبست لي الطبقه هذيك السفليه. ما تخليوهاش تيبس لكم. كي تشوفوه طاب وبدا يتحمر شويه على الجناب يكتسب اللون الذهبي، شعلوا له من الفوق مباشره وحمروه بشكل مليح. هاد الخلطه راح تعطيه تحميره مليحه تاع البيض والقهوه وانا هذا هو الشكل النهائي تاع البريوش تاعي. النصيحه اللي نمدها لكم انكم تعطيوه الوقت الكافي باش يخمر البريوش تاعكم، خصوصا قبل ما تدخلوه الفرن ولا كذلك من قبل كي يكون عندكم الوقت. اعطيوه الوقت الكافي راح يجيكم هايل هايل. في الطياب تاعو شوفوا كيما انا من التحت راني حمرته مليح، جاتني الطبقه هذيك السفليه يابسه. حاولوا انكم ما تحمروهش مليح باش يجيكم مليح. هنا شوفوا ها هو كيفاش يجي. هو يجي بريوش هايل، يجي قطني. فقط تبعوا